السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ladies and gentlemen، اهلا وسهلا بيكم في تاني حلقات برنامج براحتنا. لان انا هنا، انا وانتم، احنا هنا براحتنا. بعد ما عملت فوت على الواتساب شانل واغلبكم اختار موضوع السوشيال ويل بينج والعلاقات التوكسيك بقى، وازاي بقى الواحد في الزمن الاخضر اللي احنا فيه ده نبقى عندنا علاقات سوية مع الناس اللي حوالينا. لا استنى، مش موجود على الواتساب شانل؟ ده ازاي؟ لا ثانيه واحده. طيب بص، مبدئيا كده انت لو مش موجود على الواتساب شانل فلا ادخل واعمل فولو، هتلاقي اللينك ايا كان البلاتفورم اللي بتسمع عليها هتلاقيه موجود اكيد، لان هناك بقى احنا بنختار كل حلقه هنتكلم في ايه. فعشان انت تختار بنفسك التوبيك اللي انت عايزه خش هناك واعمل فولو. وطبعا يعني ده كده يعني معروفه صح ولا ايه؟ معروفه ان انت البلاتفورم اللي انت بتسمع عليه، سواء يوتيوب سبسكرايب، سواء سبوتيفاي فولو، فاهم الحاجات دي يعني. قشطه، يلا بينا. تعالوا بقى نشوف ايه بقى موضوع التوكسيك ريليشن شيبس ده بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. الحمد لله. ماشي، مبدئيا كده علشان نعرف ازاي يبقى عندنا علاقة سوية بالبني ادم، يعني احنا كده قاعدين في علاقة حلوة مبسوطين مع الناس اللي قدامنا ومرتاحين، لازم نبقى عارفين ايه الفرق ما بين العلاقة بنت الكلب او العلاقة التوكسيك اللي هي السامة، او الشخص اللي هو السلبي، او اللي هو انت متضايق والشخص ده موجود في حياتك غصبا عنك حتى من غير ما تحس، فاهم؟ والعلاقة الحلوة بقى اللي هو واحد كده يعني موجود في حياتك، او واحدة موجودة في حياتك تبسطك انت، يعني متمزج، فاهم؟ تلاقي حياتك بقت احسن. طيب تعال نشوف ايه الفرق. دلوقتي لما الانسان بيتكلم عن التوكسيك بيبل او الناس السامة بيجي في دماغها ناس كتيرة، صح؟ يعني انت بيجي في دماغك صور واسامي لاشخاص هو صح؟ في حين ان التانية دي بنسمع عنها في الفيديوهات او بنشوفها في الافلام، مش عارف ما بتجيش ناحيتنا، يعني احنا بنمشي في حتة بتمشي هي الناحية التانية، مش عارف ليه. طيب ازاي بقى نشدها ناحيتنا ونبعد التوكسيك دول عننا؟ بص، مبدئيا لازم نبقى عارفين ايه هي المصطلحات الطبية، حاجة اسمها signs and symptoms، اللي هي العلامات كده والاعراض اللي موجودة على الشخص التوكسيك او السام. في الشخص ده هتلاقي ان هو ايه بقى، في علامات كبيرة وعلامات صغيرة، يعني علامات هتلاقيها واضحة وبارزة زي الشمس كده، وعلامات هتلاقيها نمنمة بتعدي كده، فاهم؟ في مواقف كده ممكن تلاحظها كده عادي. بص، توكسيسيتي او ان الشخص يبقى نيجاتيف او سام بتبقى حاجات كتير قوي. ادي لك كده شوية امثلة عشان افتح دماغك معايا. حلو، ممكن تبقى حاجة ان الشخص ده كل ما تيجي تعمل حاجة، فاهم، تلاقيه بيقولك يا عم ايه الهبل ده، يا عم ما مش عارف ايه، يا عم ابعد عن اللي انت بتعمله، يا عم في ايه، انا بقولك عايز انزل الجيم اتمرن، فاهم؟ يا عم ما انت وكل شوية بتقول كده ما بتعملش حاجة بقى، اقعد جنبنا بقى وتلقح وخلاص، ده انت كتك القرف يا اخي. في ايه يا عم؟ ما تصلي على النبي، احنا اصحاب كل حاجة واخدين على بعض بس مش رايح العب قمار، انا رايح انزل الجيم، فاهم؟ وقيس بقى كده على كل حاجة، سواء في الدايت، عايزة تعملي دايت، فاهمة؟ تلاقي صاحبتك طب يا ستي انت كل شويه بتقولي كده عادي، يعني سيبك خليها، طب ماشي ما خليها بس الشهر الجاي. دلوقتي بصي بقول لك ايه، عندي حته دين خروجه في تشيكن فلا، بصي تحفه، انت لازم تيجي معايا، وانت فاهمه نفسك تعملي الدايت بس مسا سواء ده احنا بنوصل لمرحله الصلاه، احنا بنتريق على بعض لما نقول لبعض احنا رايحين نصلي، فاهم يعني؟ والله كان في وقت من الاوقات كده كان عندي مجموعه كده، يعني ناس معينه من صحابي، والله ده بجد كنت الواحد بيكسف يقول هيروح يصلي عشان عارف ان هيتحفل عليه. تخيل وصلنا لايه؟ فلا ده طبعا 100% غلط. ده نوع مثلا، ده كل ده نوع واحد. طب في انواع بقى تانية كتير. في النوع اللي هو اللي بيستنسفك، اللي هو انت بتحس التوكسيسيتي من ناحيه، بص اي علاقه في الدنيا give and take، يعني هات وخد، تمام؟ ده اي علاقه في الكوكب give and take، ما عدا العلاقات الاسريه اللي هي ام والاب مش عارف اقول الكلمه على بعض، الاب والام ايوه هي دي بتبقى give، هما بيدوا من غير ما يستنوا تيك. وطبعا علاقه الرب بالعبد يعني سوى ذلك. فالعلاقات الانسانيه كلها يا سيدي 99% منها give and take. في بقى علاقه منهم هتلاقيها اللي هي ايه، انت بتجف وبتدي ما بتاخدش حاجه، يعني هو الشخص اخدك فور جرانتد، او اخد ان انت خلاص هتعمل ده على طول، فهتعود بقى على الموضوع ده. تلاقي ان انت استنزفت مشاعريا ونفسيا وجسمانيا. طيب تاني نوع من التوكسيك بيبل ده اللي هو اللي بيستنزفك، ده احنا بنلاقيه في حاجات كتير. بص بقى، التوكسيك خلينا متفقين ان الناس التوكسيك دي او الناس السامه دي مش لازم تبقى في العلاقات اللي هي ريليشن شيبس، اللي هي العلاقات الخطوبه او الجواز، يعني مش العلاقه ما بين راجل وست، لا عادي، ممكن تبقى بنت وبنت، ممكن تبقى صاحبتك، ممكن تبقى ولد وولد، عادي جدا. يعني الشخص التوكسيك ده ما بيبقاش شخص توكسيك في العلاقات اللي هي الرومانسيه فقط، لا بيبقى في الحياه بقى. ازاي؟
تلاقي زي ما قلنا كده ان تلاقي صحابك بنات او ولاد تلاقيهم بيبستفوك على اي حاجه انت عايز تعملها جديده مفيده. ليه؟ عشان حاجه عندهم بقى، يا اما هم شايفينك هتعمل حاجه كويسه وهم مش عايزين يعملوها، فليه تعملها؟ ما تقعد جنبهم. او اي حاجه تانية بقى ايا كان السبب عندهم. وتاني علاقه هي الاستنزاف دي، هي علاقه ان هو اتعود خلاص على ده ومش عايز يدي. طيب دولت من الحاجات المشهوره قوي في العلاقات التوكسيك، هنعرف ازاي برضو نتعامل معاها. طب ايه هي العلاقه السويه؟ عادي تبقى ناس طبيعيه يعني انت مثلا قاعدين تمام وصلاه المغرب اذنت مثلا، فهتروح تصلي، هتقوم ان انت هتروح تصلي، ماشي، ربنا يوفقك، ربنا يتقبل ان شاء الله، روح، وانا لو قدرت اجي هتلاقيني بحصلك، لو لا فصلي في البيت خلاص، بكل بساطه يعني عادي قشطه ماشي. اللي هو مش لازم يدي يعني يحفزك بقى قوي، لو حتى قال لك بشكل طبيعي خالص فاهم، نورمال، اللي هو زي ما انا لسه قايل من شويه قشطه، هو ده الطبيعي فاهم. ده بقى في كل حاجه، لو مثلا بدات انزل جيم بقى وكده وبتاع، بدل ما يقول لك يعني مش شايفين عليك حاجه يعني، ما انت بتقول بدات تنزل جيم، امال ليه لسه مسلوع يعني؟ ايوه ما انا بقول لك بدات، هو انا بقول لك بقالي 5-6 سنين، فلا الطبيعي ان هو يقول لك ايه، طب حلو ده، نزلت فين في كذا، طب انت ايه مظبط بقى الاكل بتاعك وكده، مظبط بس انا ناقص لي بس كذا بجد، طب ما ايه رايك مثلا فاهم، بيحاول حتى يحل لك الحاجه اللي واقفه معاك وانت في الجيم، عشان يحسن لك مستواك في الجيم. انت ليه؟ لان هو عايز يسبورت يو، وهو فرح ان انت عملت حاجه هتفيدك. فهي دي الفكره، المفروض انت تحيط نفسك بالناس كده بقى، كل الناس اللي حواليك يعني قدر الامكان يعني ان هي تبقى كده، تعمل انت ايا كان الحاجه، انت بدات حصه رسم، بدات ترسم فاهم، او انت بداتي ترسمي رسومات كده يعني بانك حاجه بتحبيها. فنوعين من الناس، نوع رسم رسم ايه يا بنتي؟ ما تشوفي لك حاجه تعمليها تجيب لك فلوس مثلا، او تشوفي لك حاجه مفيده كورس تستفيدي بيه بتاع، انما رسمه هتعملي فيه في ايه يعني؟ انت دكتوره مثلا، او انت في محاسبه، فايه ايه رسم ايه؟ ده نوع تاني اللي هو ايه ده بجد رسم؟ طب رسم ايه بقى يعني؟ رسم تشكيلي ولا انيميشنز ولا ايه؟ ماشي، اتعلمتي ايه بقى؟ طب وعلى كده ناوي على ايه بقى يعني؟ انت اخدتي الكورس هتعملي بيه ايه بقى يا ترى؟ فبيتكلم عادي، اللي هو نقاش طبيعي حضاري انساني فاهم، اللي هو بيفهم او هي بتفهم انت بتعملي ايه، ولو في حاجه هي تقدر تساعدك بيها ماشي، ولو عندها وجهه نظر، لو هي شايفه ان الشغل او ان انت تعملي فلوس هتبقى افيد لك من الرسم، هتقول لك كده بطريقه برضو انسانيه حضاريه يعني، بعد ما تفهم منك انت دخلتي رسم ليه. طب ما بقول لك ايه، طب ما انت ممكن يعني من الرسم ده تتعلمي وكده وتجربي بعد كده مثلا تطوري لي جرافيك ديزايننج مثلا، ترسمي برضو بس ديجيتال، ايه رايك؟ هتجيب بقى فلوس بقى وتبقى فاهمه حاجه كده، تجيب لك فلوس على جنب كده، جنب المحاسبه بتاعتك مثلا او الحقوق او كده، ايه رايك؟ حلوه صح؟ خلاص لو كده انا هشوف لك برضو حاجه، لو لقيت حاجه قدامي على جرافيك ديزايننج هبعتها لك كده فاهم يعني قشطه. الفكره ان الطريقه دي في التعامل هي دي الطريقه الطبيعيه، دي الناس السويه اللي انت خلاص بتعمل حاجه بتتكلموا عنها، انت مش محرج او مكسوف ان انت تتكلم عنها، لا انت عايز تتكلم عنها. حلو، فدي الناس المفروض تبقى حياتك، وهي دي الصحاب يعني. اصل خلي بالك كلمه صاحب، انا اتعلمت من قريب ان كلمه صاحب دي غاليه، مش اي حد فاهم بتخرج معاه تقعد معاه على القهوه كل يوم يبقى اسمه صاحب، لا كلمه صاحب يعني كبيره، فان انت تطلقها على حد وان حد يبقى صاحبك، بيبقى انت بالنسبه لك انت صاحبتك صديقتك انت، يبقى لا ده لازم تبقى هي يعني، مش هقول لك سوبر هيرو، مش هقول لك يعني انت هتصاحبي ياسمين صبري مثلا ولا حاجه، لا هي بنت عاديه وكل حاجه، ولكن هي سويه، انت مستريحه نفسيا معاها وهي مستريحه نفسيا معاكي، وفي انتر اكشن كده او تفاعل متبادل نقي صافي، حتى لو في خناقات، حتى لو في اختلافات في الرأي، حتى لو في حاجات كده، بس بتتعمل باسلوب حضاري هنعرفها برضو تتعمل ازاي. تمام؟ طيب احنا كده عرفنا ايه الناس التوكسيك وايه الناس السويه، يعني عرفنا زي ايه نبذه عنها، فانت بتعرف بقى ازاي انت بتتعامل مع الناس، فانت طبيعي لازم تتعامل مع الناس علشان تعرف هما كده ولا كده. وعلى فكره هتلاقي ناس سويه كتيره، لان ده وعي، الوعي ده وانس انتشر والناس الحمد لله بدات تنشر الوعي ده في كل حته، فخلاص عارف. هي الفكره بس ان احنا ما بنبقاش عارفين نعمل ايه، فبنعمل اللي بتمليه علينا نفسنا البشريه، ونفسنا البشريه دي يعني النفس اماره بالسوء، فهتلاقي بقى حاجات مش احسن حاجه بتطلع. بس لما بنبقى واعيين باللي احنا بنعمله، فالوعي ده بيخلينا بقى فاهمين احنا بنعمل ايه، فلما بنتفاعل مع الناس اللي حوالينا بنتفاعل بطريقه صح اخلاقيه مظبوطه فاهم. بس يعني الناس التوكسيك دي هي مش توكسيك عشان هي وحشه، هي بس ان اوير، عندهاش مثلا سيلف اويرنس او اللي هو الوعي الذاتي، واخده بالها ان اللي بتعمله ده غلط، لا هي بتعمله كده بعشوائيه او انفعاليه او كده فاهمني، فمحتاج بس ظبط زوايا. طيب ده كده بالنسبه للحته دي. نفترض بقى احنا اختلفنا، احنا ايه اختلفنا،
يعني بص انت في الشرق وانا في الغرب، بقول لك ايه، انا بحب ياسمين صبري، لا انا بحب هند صبري، يا عم انا بحب ياسمين، يا عم انا بحب كده. مش عارف ايه ايه الخناقه الغريبه جدا دي بس. يعني ماشي. ويقعدوا بقى فاهم يخشوا بقى في مناوشات، ولا دي افلامها كذا، لا دي مسلسلاتها كذا، لا دي خلي بالك مش ماشي. ففي طريقتين يا عم، خلينا يا عم في مور حاجه مور سيريس يا عم. ايه اللي مور سيريس بالنسبه لك؟ مفيش حاجه جايه في بالي دلوقتي. يا عم امريكا واوروبا، يا عم امريكا احسن من اوروبا، حلو. انا هسافر امريكا، وانا لا انا هسافر اوروبا، مالكش دعوه. تمام. فانتوا بنقاش. طيب في طريقتين للنوعين الخلاف ده. اول طريقه، السلام على امريكا. امريكا دي يا ابني، يا ابني لاس فيجاس، يا ابني يا ابني نيويورك المدينه التي لا تنام، دي مدينه مدينه بالتلازينه. بس هي امريكا انا هسافر هعيش هناك حياتي كلها، وانت مثلا واحد تاني اوروبا. امريكا دي يا ابني وهبل ايه يا ابني؟ يا ابني امريكا دي هي مصر بس كلها بقى بس على اجنبي فاهم، بيتكلموا انجليزي بس، كلها فاست فود، كلها عبط وهبل. يا ابني هي اوروبا. بص مفيش غير احلى من اوروبا، هي الفرنساويين والالمانيين والايطاليين، السلام السلام. فاصلا حتى فاهم يعني انا مش والله يعني الواحد مش عارف حتى يعمل الخناق اللي هو الشرس ده، بيبقى فيه خناق متخلف كده فاهم، همجي. احنا مش عايزين الهمجيه دي. حتى اصلا المثال اللي انا قايله ده اصلا ما فيهوش نقاش الحضاري. طب تعالى بقى نشوف لو احنا الاتنين مختلفين ايه هو هيبقى عامل ازاي لو احنا ناس حضاريين. بص يا سيدي، برضو والله انا شايف امريكا حلوه جدا وهيكلم عنها بحماس برضو. يا ابني يا سلام على امريكا وعلى جمال امريكا. بص بلد بنت لذينه، انا بحبها جدا بصراحه عشان نيويورك والمدينه التي لا تنام. هقول نفس الكلام ده تاني بقى. هيرسبوند ازاي؟ حلو ده. طب ماشي، امريكا انت بالنسبه لك يعني انت لو هتعيش هناك مثلا، هتعيش في نيويورك، هتعمل ايه؟ انت ليه بتحب نيويورك؟ يا ابني اضواءها بقى والشغل ومش عارف ايه وبتاع. هناك الدنيا غير والناس تشتغل على طول. انت حابب ان انت تشتغل 24 ساعه على طول هناك يعني في مدينه ما بتنامش وكده؟ مش يعني لطيفه يعني وبتاع وكده يعني. فكرت في اوروبا قبل كده؟ فكرت والله، بس اوروبا فيها كذا كذا كذا. المانيين يا عم ستريكت صارمين كده على طول شغل. بس مين قال من المانيا؟ طب ما في فنلندا مثلا، او في فرنسا او ايطاليا وكده. ما ماشي بس نفكر يعني فاهم، ما اعرفهاش قوي يعني. طيب يا عم تعالى انا اقول لك بقى، انا بحثت في فرنسا وايطاليا وكده ان انا بحب اوروبا جدا الصراحه. عندك مثلا في فرنسا فاهم الشغل رايق جدا مريح كده، تروح كده فاهم جنب برج ايفل كده في باريس، يا سلام، تاكل لك الكرواسون، لازم دي الكرواسون، تقعد كده على الكافيه فاهم قدامك البرج وتشتغل او تستريح، بعد كده تروح شغلك فاهم، تيجي تنام، سلام. فهو ممكن اصلا بتاع امريكا ده من كلامك عن اوروبا اللي هو الهادي اللطيف ده، اللي هو بتتكلم بحماس وحب وباشن بس بطريقه وديه، وانت في الاول كنت عايز تفهم هو ليه بيحب امريكا، فبالتالي وصلنا لمرحله ان هو اصلا. طب ما بقول لك ايه، طب ما تقول لي اكتر عن فرنسا ويجي معاك هو كمان اوروبا، بس خلصت. فهي الفكره احنا بنتكلم مع بعض ازاي، كوميونيكيشن او التواصل ده، وده اصلا عايز له قعده تانية ان احنا بنتكلم مع بعض ازاي. فدي مهمه جدا جدا جدا، نتكلم باللغه بتاعتنا اللي تريحنا يعني فاهم. يعني انا مثلا ده كان مثال، ممكن انت بقى فاهم بتتكلموا بالطريقه اللي تريحكم، بس الفكره ان ما يبقاش فيه انفعال او ما يبقاش فيه تحيز لفكرتك وان انت بس تصد في فكره اللي قدامك. يا عم اسمع اللي قدامك علشان اللي قدامك يسمعك، صح ولا ايه؟ طيب دي العلاقات السويه البشريه، خلي بالك مش بس مع الصحاب. دي ممكن يعني انت لما بتحط الكونسبت ده في دماغك ان انت بتتكلم مع الناس كلها كده، سواء بقى ممكن زمايلك، سواء بقى يعني مثلا انا صيدلي مثلا، فلقيت سي لو انا كنت شغال في صيدليه وفي صيدلي زميلي جنبي شايف ان الدواء ده احسن من الدواء ده وانا شايف العكس، فهنتكلم ازاي؟ مش اكيد بقى مش هنتكلم فاهم بضرب يا عم بقول لك ايه ده مبيعاته كتير، ده بيتباع اولا مش بالمبيعات. اولا لا ده تعالى طيب ايه نتكلم كده، ايه الطريقه بتاعته جوه الجسم، طب الاعراض الجانبيه، طب الوقت قد ايه. هتلاقينا بنتكلم بحجج فاهم، حجه علميه، دي الماده الفعاله كذا فبالتالي مهارته بيعمل جوه الجسم كذا لمده كذا، اعراضه جانبيه والعكس صحيح على الدواء التاني، لحد ما هنوصل لكونكلوجن او استنتاج ان لا يبقى الاحسن هو كذا، فهمني؟ حتى لو هو مقتنع بوجهه نظره وانا مقتنع بوجهه نظري، خلاص قشطه ماشي مفيش مشكله. بس النقاش نفسه يعني بالهداوه، ان طبيعي جدا ان يبقى فيه اختلاف في الراي. على راي المثل لا ايه
لما كان في يعني بص، هو من الاخر مش فاكر المثل بالظبط. لولا اختلاف الرأي لبارت السلع. يعني ايه لولا اختلاف الرأي لبارت السلع؟ يعني لو احنا كلنا كنا على نفس الرأي، كنا بنحب السامسونج، كنا كلنا خلاص ما كانش هيبقى في حاجه اسمها ايفون. لا بس في ناس بقى هنا بقى اختلاف الرأي خلى ان في ايفون، وخلى ان في سامسونج، وخلى ان في اوبو وهواوي ومش عارف ايه ونوكيا فاهم؟ يعني نفس كل ده في كل حاجه بقى. يعني كل الحاجه هتلاقي فيها اراء مختلفه، ولازم نبقى متقبلين ده. حلو. طيب انت دلوقتي بقى عايز تلاقي علاقه سويه، يبقى تعمل ايه؟ ابدا بيك ان انت تعمل ايه. انت ذات نفسك الكلام اللي انا قلته دلوقتي عرفت كده زي الف ب عن العلاقات السويه، ازاي تبقى انت شخص سوي في علاقاتك مع الناس. لما تطبق ده مع الناس كلها هتلاقي ان في ناس تانية من وانت بتعمل ده بتتفاعل معاك بالمثل. يعني هتلاقي ان انت وانت بتتكلم كده في ناس هترتاح لك، وتكون هي اصلا بتحب كده وتروح عامله هي كمان كده. طب ما هو فهتطلع بقى فاهم؟ مش هتلاقي ان كل اللي قدامك نيجاتيف، لا تلاقي اللي فيه واحده بوزيتيف، 2 بوزيتيف، 3 4 5. الله لا 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 لا، ده دول كتير، ده احنا طلعنا كتير واحنا مش عارفين. لان اصلا ما انت لو فكرت فيها بالعقل، ما دام كلنا بنشتكي من التوكسيك، يبقى مين التوكسيك؟ يعني لو كل واحد قاعد يقول يا عم الناس اللي حواليا توكسيك، واللي جنبه فاهم هو كمان بيقول ان الناس اللي حواليا توكسيك، طب ما انت من الناس اللي حواليه، يبقى مين التوكسيك؟ يبقى انا مش بقول ان انت اللي توكسيك اللي هو بلوت تويست بس لا، بقول ان هتلاقي ان انت وانس انت غيرت كونسبت بتاعك ومفهومك ومنظورك عن الناس اللي حواليك، واتعاملت انت باللي انت عايز تشوفه، هتلاقي في ناس برضو استريحت لك وحبتك وعاملتك بالمثل، ولقيت ان في علاقة سوية نشأت اهي. في بقى طبعا حاجة بقى الحدود. يعني في التوكسيسيتي حاجة اسمها الحدود او الباوندريز، وازاي تحط حدود ما بينك وما بين الشخص اللي قدامك، وبالذات بقى لو ولد وبنت بقى فاهم، والكلام ده لو انتوا زمايل او صحاب او هاشتاج best friends مثلا او اي حاجة تانية. تمام. الحاجات دي كلها برضو عايزه لها قاعده. ده يعتبر عارف زي اللي انا قلته لك ده، زي كبسوله تمام او الزتونه كده عن العلاقات السويه والعلاقات التوكسيك. لو عايز نتكلم اكتر في مواضيع تخصها بقى قول لي تعالى هنا بقى، تعالى الواتساب تشانل، هتلاقيني انا اصلا حاطط زي بول كده او يعني زي فوتنج كده، اختيار اراء، تختار انت الحاجه اللي انت عايزها، انت حابب نتكلم في ايه اكتر، واكتر حاجه هيبقى ليها فوتس هنتكلم فيها الحلقه اللي جايه. لذلك عايزين بقى في حاجه بقى مهمه قوي، احتمال الحلقه اللي جايه تبقى عن الكوميتمنت ايشوز والتراست ايشوز، احتمالها. واحتمال تاني تبقى عن ازاي نحط حدود ما بين العلاقات ما بيننا وما بين الشخص الطرف الاخر، سواء بقى ولاد وبنات او ولاد وولاد او بنات وبنات. وحاجه ثالثه بقى best friends. best friend ان انت مثلا تبقى بنت وعندك best friend ولد، او العكس صحيح تبقى ولد وعندك best friend بنت. ايه الموضوع ده؟ يعني ايه يعني؟ فكل المواضيع دي هحطها في الفوت على الواتساب، خش واعمل فوت واختار علشان هنتكلم فيها الحلقه اللي جايه. اعمل بقى اي حاجه تريحك، فاهم؟ اعمل فولو، لايك، سبسكرايب، شير. طبعا بص عشان برضه ناس كتيره تفهم، وعشان نلاقي الناس البوزيتيف في حياتنا، فلازم زي ما اتكلمنا لازم يبقى عندهم وعي. فعشان يبقى عندنا وعي لازم نعرف ايه الصح من الغلط، وعشان نعرف ايه الصح من الغلط لازم حد يقول لنا ده، او احنا نشوف ده في اي مكان. واحنا ايه اكتر مكان بنستعمله؟ هي السوشيال ميديا، الفيسبوك والانستجرام والواتساب والحاجات دي. فبالتالي لو شفنا عليها حاجه زي اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي دي، وهم سمعوا البودكاست دي، فهيبقى عندهم في دماغهم ان هم يتعاملوا كويسين. فانت بقى لما تيجي تتعامل معاهم هيتعاملوا كويسين معاك. فالتوكسيك مش هيبقى توكسيك ان شاء الله، يعني بعون الله باذن الله، قول يا رب. والحلو هيبقى احلى. بس كده. لذلك اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالبودكاست دي. واحلى حاجه هنا عارف ايه؟ ان احنا هنا براحتنا. استنوني الحلقه اللي جايه. معاكم حازم عماد الدين، وسلام.